ثانية. أنا اترعبت جدا ومش عارفة أتصرف. أنا عاوزة أخرج، أنا عاوزة أروح، بس القط فضل واقف مكانه في طريقي وأنا خايفة. أنا حاسة إن قط مش طبيعي. ده في حاجة غلط، ده ممكن يكون ممسوس من الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت أصوره، يمكن نور الفلاش بتاع الكاميرا يخوفه فيمشي من طريقي. فتحت التليفون وعملت وضع التصوير وقعدت اصور فيه وهو واقف عمال يبصلي. ما كنتش عارفه اتصرف، معرفش ايه اللي حصل لي ونمت تاني ازاي او اغمى عليا. انا مش عارفه حصل ايه، بس بصيت في الساعه مش عارفه ازاي لقيتها الساعه 12 بالليل. قلت يمكن كنت بحلم، بس كنت مرعوبه وخايفه قوي. قفلت المحل بسرعه لاني اتاخرت، ومن شده الخوف نسيت اطفي نور المحل وطلعت اجري على البيت. رحت البيت، نمت من الخوف والفزع، ولما صحيت قلت اكيد انا كنت بحلم. وكان تليفوني فاصل شحن. شحنت التليفون وقعدت اقلب في الصور عشان قلبي يطمن واطمن ان ده كان وهم. وكانت المفاجأة المرعبة مستنياني. لقيت قطتين في الصور، مش قطة واحدة، كانوا قطتين، كان لونهم اسود، وانا عرفت قط فيهم من لون عينيه، من بصته ونظراته. بس دي ما كانتش قطة بيضة، لا، دي لونها اسود، وكان معاها واحدة تانية سودة. اللي انا شفتها في المحل كانت بيضة. انا كنت هموت من الرعب وانا ببص للصورة قوي. حسيت بالخوف واترعبت. حكيت لواحدة صاحبتي، ضحكت عليا واتريقت. قلت مش هحكي لحد تاني. انا كنت مستغربة ازاي اتحولت للون الاسود، وازاي في قطة تانية واقفة جنبها. انا ما شفتهاش، انا مش عارفه حاجه، انا هتجنن كده. كنت خايفه قوي وحاسه ان القطه دي مش طبيعيه، دي قطه ملبوسه او ممسوسه. المهم بعد يومين تليفوني اتسرق. قلت الحمد لله، وبصراحه ما اعرفش انا ما زعلتش عليه لما اتسرق. انا كنت بحاول لا احذف الصور، وبصراحه الصور كمان ما كانتش راضيه تتحذف من تليفوني. ده خوفني اكتر. وعدت الايام وحاولت انسى الموضوع، لغايه من حوالي شهر ونص كده شفت القط الغريب ده تاني. هو القط، هو اقسم بالله هو نفس القط الممسوس. انا عرفته من بصته. اليوم اللي بعده ماما كانت متعوده كل يوم خميس بتروح عند جدتي من الساعه 8 الصبح، وفعلا راحت هي واخواتي، وانا كملت نوم عادي. انا بروحش، هي بتروح مع اخواتي الصغيرين، انا كان عندي شغل. بعدها لقيت اختي بتصحيني وبتبصلي قوي نفس بصة القط، مش بتتكلم، دي واقفه بتبصلي بس. انا كنت عاوزه انام، زعقت لها وقلت لها من فضلك سيبيني انام واطلعي بره، انا ما روحتش مع جدتك عشان انا عندي شغل وعايزه انام. بصيت لي نفس البصه المرعبه بتاعت القط الممسوس، وخرجت جابت لي اكل من غير ما اطلب. ودي طبعا كانت حاجه غريبه منها وعمرها ما عملتها لي، وكانت نفس نظرات القط الغريب. واختي زي الخرس مش بتتكلم خالص ولا بتنطق اصلا. انا كنت مستغرباها قوي. المهم انا كنت خايفه من اختي، مش هنكر بصراحه، وقلبي بيدق بسرعه جامد. حاولت انام، شميت ريحه دخان جامده، حاولت اقوم من السرير، انا مش عارفه اقوم، عايزه انده على اختي، صوتي مش طالع، لحد ما قاومت الشعور الغريب اللي بالعجز ده اللي عندي. وبعد شويه عرفت اصحى واقوم من على السرير. طلعت اشوف الريحه دي منين، ما لقيتش حاجه، واختي مش موجوده في البيت اصلا. قلت يبقى راحت لماما عند جدتي. فضلت مستنيه لحد ما ماما رجعت، وقلت لها تخلي بنتك تحترم نفسها، ما تخوفنيش علشان احنا كده هنخسر بعض. ماما استغربت من كلامي قوي وقالت لي اختك معايا من الصبح عند جدتك، مين اللي عملك الاكل اللي في الاوضه؟ ده مش الاكل اللي انا عاملاه. انا بصيت لها كده وما نطقتش. طيب مين اللي كانت معايا في الشقه وتبرق لي زي القط وجابت لي اكل؟ معقوله تكون القط، او تكون القطه اللي كانت في الصوره التانيه؟ بس القطه دي عاوزه مني ايه؟ انا مش فاهمه. انا حاسه اني هتجنن من يومها. انا بترعب من اي قطه في الشارع.
القطة دي أكيد ممسوسة من الجن. وفجأة من ركن ورا ماما لقيت القطة دي بتبصلي، وفجأة اتحولت لكيان اسود واقف في الركن بيبصلي. انا اتخضيت واترعبت وقعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقعدت اقرا في القران، قعدت اقرا في القران لحد ما فجأة الكيان ده اختفى، السواد ده اختفى خالص، اختفى بذكر الله. لكن ناخد بالنا اوعى نضرب قط او نعاكس قط، ناخد بالنا كويس جدا، نبعد عن اي قط لان معظم القطط ملبوسة بالجن.